مساء الجمال على كل عشاق النادي الاهلي في كل مكان. اهلا وسهلا بحضراتكم في حلقه جديده من حلقات مشجع التالتة. كالعاده حلقه النهارده مليئه باهم الاخبار والتفاصيل المهمه جدا اللي بتخص النادي الاهلي. بس في الاول كده وقبل ما نبدا حلقتنا يا ريت ما تنساش تعمل لايك على حلقه النهارده فضلا وليس امرا. وحابب اقول لك انك انت تقدر تتابع كل اخبار الاهلي من خلال قناتنا. انزل دلوقتي اشترك في القناه وفعل زرار الجرس عشان تتابع معانا كل جديد عن اخبار الاهلي. مش هطول عليكم اكتر من كده، تعالوا بينا نبدا حلقتنا باول اخبار الاهلي. مصدر داخل الاهلي يؤكد بان يستروب غير راضي عن الاداء الذي قدمه محمد شريف وجرادي شار في لقاء ايجل نوار في دوري الابطال، ويؤكد بأنه في حال استمرار الثنائي على نفس المستوى سيكون من الضروري التعاقد مع ثنائي هجومي قادر على قيادة خط هجوم الأهلي خلال الفترة القادمة ورحيل شريف وجرادي شار خلال انتقالات يناير المقبلة. إمام عاشور يواصل التعافي بشكل تدريجي من الفيروس الذي تعرض له مؤخرا ويخضع لفحوصات طبية يومية للاطمئنان على حالته الصحية، والجهاز الطبي للأهلي يتوقع عودة اللاعب للتدريبات الجماعية عقب نهاية الشهر الحالي، لكنه سيغيب عن الأهلي في بطولة السوبر المصري في الإمارات. الأهلي يبدأ البحث على مهاجم أجنبي لتدعيم صفوف الفريق خلال انتقالات يناير القادمة، ولذلك بعد الأداء المتواضع الذي ظهر به محمد شريف وجرادي شار في المباريات مع الأهلي خلال الفترة السابقة. ومصدر داخل الأهلي يؤكد بأن إدارة الأهلي لديها رغبة قوية في التعاقد مع مهاجم أجنبي قوي قادر على قيادة خط هجوم الأهلي خلال فترة الانتقالات الشتوية القادمة. ياسين منصور المرشح المنفرد على منصب نائب رئيس الأهلي عقد جلسة مع الوكيل المصري الأليو ديانج من أجل تجديد عقد اللاعب مع الأهلي خلال الفترة المقبلة. ومصدر داخل الأهلي يؤكد بأن وكيل اللاعب أبلغ ياسين منصور بأن أليو ديانج يميل إلى العودة للدوري السعودي في ظل العروض التي تلقاها مؤخرا، لكنه أيضا لا يمانع التجديد والاستمرار مع الأهلي لكن بشروط مالية معينة. ويؤكد بأن ياسين منصور عرض على وكيل اللاعب التجديد مقابل $1,300,000 في الموسم الواحد بالإضافة إلى $700,000 من عائد الإعلانات التي ستتكلف فيه شركات ياسين منصور الخاصة. ومصدر داخل الأهلي يؤكد بأن الأهلي لن يرفع العرض المقدم لأليو ديانج، وإنه إذا وافق على عرض الأهلي سيكون مسؤول الأهلي بالتجديد للاعب فورا، وإذا رفض اللاعب عرض الأهلي سيبدأ مسؤول الأهلي في البحث عن عرض للاعب للرحيل خلال انتقالات يناير المقبلة من أجل الاستفادة منه ماليا لكي لا يرحل بشكل مجاني عن الأهلي في نهاية الموسم. مصدر داخل الأهلي يؤكد بأن هناك استقرار كبير داخل مجلس إدارة الأهلي بشأن التعاقد مع مهاجم صريح ولاعب في قلب الدفاع وظهير أيسر لتدعيم صفوف الفريق خلال الفترة القادمة. ويؤكد بأنه في حال رحيل ديانج عن الأهلي سيتجه الأهلي للتعاقد مع لاعب وسط مدافع لتعويض رحيل ديانج عن الفريق. تصريحات الكابتن وليد صلاح الدين مدير الكرة في الأهلي. الكابتن وليد صلاح الدين قال الفوز على فريق ايجل نوار خطوة مهمة في مشوار الأهلي في بطولة دوري الأبطال، خاصة وأن الفوز جاء في توقيت صعب وظروف خاصة يمر بها الفريق حاليا. أهني اللاعبين وجماهير الأهلي على الفوز المستحق والذي تحقق رغم حالة الإرهاق التي يعاني منها عدد من اللاعبين بعد مشاركتهم مع المنتخبات الوطنية، وهذا الفوز يمثل بداية مفاعلة للجهاز الفني الجديد ويعكس جدية اللاعبين ورغبتهم في تحقيق نتائج إيجابية منذ أول مباراة. تحقيق الفوز خارج أرضنا يمنحنا دافع قوي قبل لقاء العودة في القاهرة. ويؤكد أن حالة التركيز والالتزام في ذهن جميع اللاعبين خلال الفترة القادمة، بالإضافة إلى جانب الانسجام السريع بين الجهاز الفني للأهلي بقيادة يستروب واللاعبين، وهو ما يجعلنا متفائلين خلال المرحلة القادمة. أشكر مجلس إدارة الأهلي ولجنة التخطيط على دعمهم الكامل للفريق وتوفير كل سبل الراحة وتخصيص طائرة خاصة لبعثة الفريق للمساهمة في تخفيف حالة الإرهاق. الفترة المقبلة مزدحمة بارتباط الأهلي بعدة مباريات في بطولة الدوري ودوري الأبطال والسوبر المصري، لكن الأهم هو أن يكون تركيزنا دائما على المباراة القادمة وعدم التفكير في المباراة اللي بعدها، لأن كل مواجهة لها حساباتها الخاصة. لدينا ثقة كاملة في الجهاز الفني واللاعبين وشخصية الأهلي وخبراته الكبيرة قادرة على عبور كل مرحلة بنجاح. وبكده يا صديقي نكون وصلنا لنهاية حلقة النهاردة اللي بتمنى تنال إعجابكم. في نهاية حلقتنا ما تنساش تعمل لايك، ولو أنت مش مشترك في القناة اشترك في القناة وفعل زرار الجرس عشان تتابع معنا كل جديد عن أخبار الأهلي.